كتاب النهارده كتاب خطير جدا لانه بيجمع ما بين علمين، علم النفس وعلم التسويق، علشان يطلع معانا علم نفس الاقناع. ما هو اصل اكيد قبل كده انت اشتريت حاجه وبعد ما روحت حسيت ان انت اتضحك عليها، او حد طلب منك حاجه وكان نفسك تقول له لا لكنك ما قدرتش وما عرفتش، او واحده بتبيع برفانات وانت عارف ان هي مش بتثبت وبتعمل لك التهابات وحساسيه ومع ذلك اشتريت منها. لو ده حصل معاك قبل كده فده مش ضعف شخصيه خالص، ببساطه انت اتلعب بيك نفسيا. ايوه اتلعب بيك. انا اتلعب بيا. انا اتلعب فيا. ايه ياما اللي انت ياما عيب ياما اتلعب فيك ايه؟ ده نفس السبب اللي قابل دكتور روبرت ساوديني، واللي بسببه قعد 35 سنه يكتب في الكتاب ده. حاسس ان هو بالغ شويه. قعد مع شركات تسويق وخبراء وحمايه المستهلك وحتى نصابين، وساعده في كده ان هو دكتور علم نفس، فقدر يربط ما بين عقلنا اللاواعي وقراراتنا اللي بنندم عليها. من الاخر ده كتاب لازم تقراه لو عايز تحافظ على سلامتك النفسيه وجيبك. بس لو ما عندكش وقت القرايه فاخوك شمس الدين هيقرا لك ويشرح لك ويحكي لك كمان. ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك عشان كتاب النهارده يستاهل. كمل معايا بس انت للاخر وانت هتعرف بنفسك، ده غير اني هغششك كام حيله نفسيه كده تخلي اي حد يعمل لك اي حاجه انت عايزها. كتاب النهارده اسمه كتاب التأثير، علم نفس الإقناع. كتاب عبارة عن 7 فصول، لكننا هنتكلم النهارده عن الفصل الأول وهو بعنوان أسلحة التأثير. بيبدأ الكتاب بقصة تضحك وفي نفس الوقت تخليك تستغرب جدا. دكتور روبرت بيحكي وبيقول إن هو كان ليه واحدة صاحبته شيك وعندها بوتيك لبيع المجوهرات للسياح، وفي يوم كانت لسه جايبة طقم فيروز لكنها انصدمت إن محدش بيجي جنبه ومحدش عايز يشتريه خالص. حاولت تخلي الموظفين اللي عندها يبيعوه يزقوه في أي بيعة، لكن مفيش فايدة، محدش كان عايز يشتريه. قالت خلاص أنا هنقله في نص المحل بحيث أي حد داخل أول حاجة تقع عينيه عليها هو ده، لكن برضه ما اتباعش. الست زهقت وقالت نعمل إيه في الصنف ده، أنا عايز أخلص منه. وهنا بدأت تتشائم، علشان كده قررت إن هي هتسيب ورقة مكتوب عليها بيع الطقم ده فيه 1/2، نص التمن يعني بيعيب نص التمن. وسافرت صاحبة البوتيك عشان تقضي صفقة مجوهرات جديدة، عشان بعد أسبوع لما ترجع تكتشف إن أطقم الفيروز كلها اتباعت. ومش كده وبس، ده بضعف التمن. ازاي حد يقنعني؟ ده ما كانش حد راضي يشتريه. لكن يشاء المولى بقى عز وجل ان البنت تقرا غلط وتفتكر ان هي في 2 مش في نص. وهنا قررت الست تبعت لروبرت عشان يفهمنا ايه اللي حصل ده. ما هو عالم نفس بقى ويفهمنا ايه الموضوع. لكن روبرت رد عليها وعلينا بقصه تانية، بيقول لك اسمعوا مني دي وانتوا هتفهموا لوحدكم. وقول يا عم روبرت. بيحكي وبيقول ان امهات الديك الرومي تعتبر حنونه جدا، بتحميهم وتعتني بيهم. كانهم اكتشفوا حاجه غريبه قوي، وهي ان حاسه الشم بتاعتها ضعيفه حبتين. طب دي بتعرف عيالها منين؟ قالك اصل هي مرتبطه بصوت الفراخ الصغيرين اللي هو الصوصوه والموضوع كبير لدرجه ان هم عملوا عليه تجربه نتيجتها صدمت الكل وهتصدمك انت كمان. بيقول لك جابوا عرسه، ولو ما تعرفش العرسه فهي حاجه شبه الفار بس طويله شويه وبتاكل البيض والكتاكيت الصغيره، يعني تعتبر عدو اساسي للديك الرومي. الانثى اول ما بتشوفه بتعجنه. طب هم عملوا ايه بقى؟ قال لك جابوا عروسه متحنطه وحطوا فيها تسجيل صوت للكتاكيت. تخيل الام هنا عملت ايه؟ راحت جريت عليه وخدته تحتها وبدات تعتني بيه اكنه كتكوت من كتاكيتها. قال لك طب نجرب نطفي الصوت ده نشوف هتعمل ايه. كان الرد الطبيعي ان هي طردتها بره، بل بالعكس هاجمتها زي ما بتهاجم اي عرسه. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. عالم الحيوان اللي عمل التجربه دي بيقول ان الموضوع ده مش في الديك الرومي بس، ده في كل الحيوانات بس باختلاف مصدر الاستجابه. طب ازاي يعني؟ قال لك عندك مثلا طائر اسمه ابو الحناء الاوروبي، ده طائر صوته جميل وبيميزه ان منطقه الصدر عنده ريش احمر. وانا وانت واي حد عارف ان الذكور في الطبيعه اعداء، طالما دخلت في مكان قريب من الست بتاعته هيحصل خناق. طب هم عملوا ايه بقى؟ بيقول لك جابوا برضه نموذج لطائر ابو الحناء ده وحطوا فيه ريش احمر وحطوه قدام طائر ابو حناء حقيقي ذكر ويشوفوا ايه اللي هيحصل. الرد الفعلي الطبيعي من الطائر ان هو هاجم المجسم. قال لك طب احنا هنجرب حاجه، احنا هنشيل الريش الاحمر من المجسم وهنشوف ايه اللي هيحصل. وهنا الطائر ما تعملش معانا ان هو تهديد. هنا لو ركزت ايه المشترك ما بين الحيوانات عشان تاخد ردة الفعل هتلاقي حاجة بتميز النوع ده، يا إما صوت يا إما لون. طب إيه رأيك بقى لو طبقنا الكلام ده بس على البشر؟ وده فعلا اللي عملته الدكتورة إيلين عالمة النفس في جامعة هارفارد. تجربة هتخليك لو أنت واقف في طابور هتمشي أول واحد. اللي حصل إن هي راحت على ماكينات تصوير الورق في المدينة بتاعتها في أماكن قريبة من السجلات الحكومية، وهي عارفة إن الناس بتبقى واقفة عليها طوابير. تدخل على الطابور من دول وتقول لهم ممكن أطبع ال5 ورقات دول عشان مستعجلة بس. بيقول لك وافق 94% من الناس إن هي تطبع وتمشي أول واحد. قالت حلو، طب أنا هجرب حاجة تانية، أنا هقول للناس ممكن أطبع
تطبع ال5 ورقات دول وبس، مش هتقول عشان هي مستعجله. اتفاجئت هنا ان محدش وافق وقال له ارجع اقفي زيك زينا في الطابور، انت مش احسن مننا. طب هنا تسكت؟ قالت لا انا هجرب تجربه تانية. بدات تروح على الطوابير تاني بس في ايام تانية مختلفه، وتقول للناس ممكن اطبع ال5 ورقات دول عشان محتاجه اطبعهم. وهنا اتفاجئت ان 93% من الناس وافق، مع ان لو جينا بصينا الجمله ما كانش فيها اي حجه علشان تمشي هي اول واحده. هي كل قالته ممكن اطبع دول عشان انا محتاج اطبع دول، ما هو اكيد اي حد واقف في الطابور محتاج يطبع الورق اللي في ايده. لو حللنا القصص دي عشان نفهم ايه اللي حصل، نكتشف ان اللاواعي بتاع الناس بيشتغل زيه زي الكاسيت، اول ما تدوس على زرار الشريط بيشتغل. يعني في موضوع طوابير الورق كلمه علشان هي اللي كانت بتخلي الناس تعملها اللي هي عايزاه، حتى لو جه بعدها سبب مش مقنع كفايه. لكن اللاوعي اول ما سمع علشان قال لك يبقى دي مستعجله ومحتاجه تمشي فمشوها. ده بيفكرني في مره كنت انا وواحد صاحبي مروحين في العربيه بتاعته والكمين وقفنا، فبيقول لنا جايين منين يا شباب؟ انا افتكرته بيقول عاملين ايه يا شباب، فقلت له كويسين الحمد لله. راح مشانا. يعني انا هل ينطبق عليه القانون ولا لا مش عارف. الموضوع كله ان العقل البشري من كتر التكرار بيبقى متبرمج على رد فعل معين. يعني مثلا تعرف ان من اذكى الناس اللي تيجي تبيع لك ما يبداش على طول بالبيع، يبدا ان هو يسلم عليك. فهنا انت لا واعي بتتعامل معاه ان هو واحد صاحبك او انت تعرفه او هو هيفيدك بحاجه. لكن لو قال لك ممكن دقيقه من وقتك، على طول هترد تقول له لا شكرا، لان اللاواعي عندك غالبا هيكون مسجل كلمه ممكن دقيقه دي مربوطه بعمليه بيع، وفي الغالب هيتنصب عليك، هتدفع مبلغ وفي الارض منتج ملوش لازمه. وده نفس اللي حصل مع السياح بتوع الفيروز. لو تفتكر هم المفروض ان هم قروا كده سعر مبالغ فيه، قال لك بس ده اكيد ده قيمته عاليه وغالي ومفيش زيه، ده لازم نشتريه. وده نفس اللي بعض شركات التسويق بتستخدمه. هقول لك مثلا كنت تعرف واحد بيبيع عصير، تمام؟ بيطلع جيركن العصير في القهوه هنقول ب 100 جنيه. نفس الجيركن ده نفس اليوم اللي بيوزع فيه بعد ما يخلص القهوه يروح لكافيه بيطلع الجيركن ب 1000 جنيه. طب هل اختلف؟ لا، نفس نوع العصير نفس نوع العصير، بس الفرق ان الكوبايه في القهوه ب 20 جنيه وفي الكافيه ممكن توصل ل 200 جنيه. وبتاع الكافيه عشان يوهم الزبون ان هو لسه شاربه وان هو فريش بيشغلوا صوت الخلاط جوه في المطبخ. نفس الموضوع في الكافيار والمطاعم اللي محتاج لها كارد عشان تاكل فيها. طب هل الفعل الآلي ده او ان العقل يكون متبرمج دي حاجه وحشه؟ في الحقيقه لا، ده مهم لاستمرار البشريه، لان احنا كبشر ما عندناش ولا القدره ولا الوقت لتحليل كل موقف يحصل معانا. فوجود رد فعل آلي اتجاه المواقف زي مثلا حد محتاج منك مساعده ده مهم جدا لاستمرار البشريه. عندك مثلا الفيلسوف الانجليزي ألفريد نورث كان شايف ان كل مردود الفعل الآلية او اللاواعيه دي بتزيد كل ما تقدم البشريه بيزيد. يعني لو انت عندك عربيه وبتسوق وبقالك سنين مستمر في السواقه، فغالبا هتبقى بتسوق بعقلك اللاواعي مش بالواعي. عشان كده هتلاقي ناس وهي بتسوق بتتكلم عادي، بتبص في التليفون، وده غلط طبعا. بس هنا عقله اللاواعي قادر ان هو ياخد رد فعل بسبب استمراريه على الفعل ده. لكن المصيبه لو عقلك اللاواعي متبرمج على حاجات غلط، لان ده هينتج عنه عادات خاطئه ومش بعيد ادمان. هقول لك مثلا انت اول ما بتصحى اول حاجه بتعملها ايه هي؟ انك تمسك التليفون بتاعك. شفت انا عرفت ازاي؟ لان عقلك اللاواعي اتبرمج على كده. هو محتاج جرعه الدوبامين اللي بياخدها من التليفون اول ما يصحى، فتلقائي بيخلي ايدك تروح على التليفون. الحركه دي انت بتعملها باللاواعي بتاعك، انت مش واعي اللي انت بتعمله. ومين اصلا بيبقى لسه صاحي من النوم وواعي الحاجه؟ علشان كده لو عندك عاده وعايز تغير منها لازم تراقب نفسك لفتره وتشوف اللاواعي عندك بيعمل ايه، وهنا توقفه وتمنعه، فتحول الفعل من لا واعي لواعي وتستمر على فعل جديد بالعقل الواعي بتاعك، وتلقائيا هو هيتحول للا واعي. فتكون عندك بعد ما كان عندك عادة سلبية أو سيئة تكون عادة إيجابية وتطور من نفسك. ده نفس الموضوع اللي امهاتنا بتصحى بيه وتصلي الفجر، وهي النهايه تلاقيها بتقول لك لو انت عايز تصحى تصلي الفجر استمر على صلاه الفجر 20 يوم غصب عنك بالمنبه. لو جسمك وعقلك اللاواعي اتبرمج ان انت بتصحى في الوقت ده عشان تصلي، هتلاقي نفسك تلقائيا بتصحى تصلي. علشان كده يوم الجمعه اللي هو المفروض انت يوم اجازه بتصحى فيه بدري برضه، ان انت عقلك اللاواعي متعود ان الميعاد ده هو ده اللي انا هصحى فيه حتى لو نمت متاخر. بيقول لك في امريكا حاجه اسمها القسائم، ودي حاجه كده بتديك تخفيضات على اي حاجه بتشتريها، وتخفيضات مش قليله بل بالعكس ممكن توصل لان انت تاخد المنتج بربع ثمنه. ودي الاماكن اللي بتبيع بتستخدمها عشان تزود البيع وتزود الرجل على المكان، لان طالما المحل نزل قسائم يبقى في تخفيضات ولازم كلنا نجري نلحقها. طب بقول لك انا ليه بقى عليها؟ علشان القصه اللي جايه. بيحكي روبرت وبيقول في شركه بيع كاوتشات عربيات حصل عندها غلطه، وهي ان وهم بيطبعوا القسائم ما حطوش تخفيض، بل الكاوتشات نزلت في القسائم بالسعر الحقيقي بتاعها عادي. تقوم الناس تعمل ايه بقى؟ كالمتوقع
جريت واشترت كل الكاوتشات، لدرجه الراجل بيقول لك المخزون الكاوتشات خلص، وفي نفس الوقت انا ما خسرتش، ده انا كسبت ضعف اللي انا كنت متوقع ان انا هكسبه. بعد الحركه دي اغلب اماكن البيع بقت تستخدم نفس الفكره اللي هي كانت بادئه اصلا بغلطه بس بشياكه شويه. هيقول لك مثلا ده في تخفيض 30%، لكن في الحقيقه هو ما نزلش السعر زي ما هو بيعمل كده عشان هو متوقع ان انت كعميل اول ما هتلاقي التخفيض هتشتري على طول. تقول له على مين؟ انا قاري كتاب التاثير. فاكر قصه ذا اولد مان اند ذا سي بتاعه ثانوي، الراجل العجوز اللي اصطاد سمكه ام سيف ورجع بيها بالعظم بس؟ او شفت السمكه بقى ام سيف دي سمكه عايشه على ان هي تاكل السمك الاصغر منها، ما عدا نوع سمك معين بيجي قدامها ويعمل كام تمويجه كده بجسمه فتسيبه وتفتح بقها ويدخل فيه من غير ما تاكل، لان السمك ده بينضف لها بقها وهي عارفه ان دي حاجه هي محتاجاها فبتسيبه وما بتهاجموش. لكن يجي هنا بقى الخطر الحقيقي، في نوع سمك تاني اسمه البليني باين حاجه كده، عارف الموضوع ده، وده بقى قوة معرفة المعلومة، إن ساعات المعلومة ذات نفسها بتبقى سلاح. سمك البليني ده سمك لاحم، يعني شغل أكل بواقي الأكل ده مش هيمشي معاه. البليني ده بقى بيعمل إيه؟ بيجي قدام السمكة ويعمل نفس التمويجة بتاعت السمكة اللي بتنظف السنان، فبالتالي السمكة أم سيف عشان هي غلبانة بتفتح بقها قدامه وتسيبه، يقوم عامل إيه بقى الصايع؟ يقوم قاطم حتة من بقها ويجري. عقبال ما سمكة ام سيف تستوعب اللي حصل بيكون هو هرب. هتقول والمفروض بقى استفاد ايه بالقصه دي؟ هقول لك فاكر مثلا الست بتاعت البوتيك بتاعت اول قصه بقت تعمل حركه غالي يعني تمنه فيه دي، وبقت تضرب سعر اي حاجه عندها في 2، وبسبب حركه ام الفيروز اللي ما كانت متشائمه منه كسبت اللي عمرها ما كسبته في حياتها. بس حابب اقول لك ان مش هي بس اللي عملت الحركه دي، في 2 اخوات ده هي اكتر منها وكسبوا بطريقه يعني نصب. اقول لك واحد اسمه سيد والتاني اسمه هاري، دول شغالين عندهم محل تفصيل بدل، بس علشان يبيعوا بتمن غالي بيعملوا حركة مكارة شوية. سيد هو اللي عجوز فبيبقى لابس السماعة بتاعت السمع دي وبيبقى واقف في المحل هو اللي بيفرج الزباين على البدل ويقيسها معاهم ويبيع. طب وهاري جوه في المخزن وموارب باب المخزن انت شايفه جوه وهو قاعد بيفصل بدل، يدخل الزبون من دول ويختار البدلة ويقيسها ويشوف ان هي مناسبة عليه خلاص، ويسأل سيد بكام تمن البدلة، ويقوم سيد يرد عليه يقول له لحظة واحدة، ويندع على هاري يا هاري بكام البدلة دي؟ هاري مثلا يرد عليه ويقول له دي 3000 وده سعر غالي جدا مبالغ فيه. يقوم سيد يعمل ايه بقى؟ يقول له ايه بتقول كام؟ قال يعني سمعه تقيل يعني. هاري يرد عليه تاني ويقول له ب 3000. هنا يتأكد سيد ان الزبون خد باله ان هو قال ايه يعني سمعه تقيل، فيقوم سيد قايل للزبون ايه ب 2000. وهنا الزبون علشان نوايا سيئه ياخد البدله ويدفع ال 2000 ويجي. طب لو نوايا مش سيئه وقالوا لا دي ب 3000 هيدفع برضه ال 3000 ويمشي. في الحالتين سيد وهاري كسبانين، بس الزبون طماع، وحتى والله لو مش طماع هو سيد وهاري نصابين ولاد 60 كلب. لكن الاسلام ما علمناش الحاجات دي وجهات نظر غربيه، هما بيشوفوا ان ده تشغيل دماغ، وللاسف في بعض الناس الفتره دي بقت تشغل دماغ، بس هو ده نصب واحتيال وحرام شرعا، ولو ما اتاخدش حقه منك في الدنيا هتاخد يوم القيامه وانت مش هتستحمل نار جهنم. كفايه نار الشمس اللي احنا مش مستحملينها دي. اتقوا الله. علشان نكمل بقيه الفصل، روبرت بيقول لك في تجربه لازم تبقى عارفها، وايه هي؟ بيقول لك لو جبنا ايديك اليمين وحطيناها في جردل ميه سخن وجبنا ايدك الشمال وحطيناها في جردل ساقع، الاتنين في نفس الوقت، دي حاسه ان الميه سخنه دي حاسه ان الميه ساقعه. بيقول لك لو شلنا ايديك الاتنين وجبنا جردل تالت خالص درجه حراره الميه فيه نفس درجه حراره الغرفه، حطينا ايديك الاتنين فيه، عارف هتحس بايه؟ ايدك اليمين هتحس ان الميه دي ساقعه، وايدك الشمال هتحس ان الميه دي سخنه، مع ان في الحقيقه درجه الحراره ثابته، بس عشان دي جايه من بيئه ودي جايه من بيئه مختلفه النتيجه كانت مختلفه بالنسبه للاثنين. اكتشفوا بقى ان ده نفس اللي بيحصل لك نتيجه لكتر الفرجه على الستات في التلفزيون، واللي بيبانوا ان هم في اجمل وضع واحسن جسم، لكن ده خالي وعاري تماما من الحقيقه. بيقول لك عملوا تجربه الجرادل دي بس على الشباب. طب ازاي؟ قال لك جابوا مجموعه شباب قسموهم لمجموعتين، مجموعه جابوا لهم صور موديلز وبداوا يفرجوهم عليها، والمجموعه الثانيه ما فرجوهمش على حاجه، وبعد ما خلصوا جابوا لهم صور البنات اللي معاهم في الجبل ويختار ممكن يرتبط بمين فيهم. اكتشفوا ان مجموعه الشباب اللي شافت صور الموديلز اختاروا عدد بنات من الجامعه اقل بكتير من الشباب اللي ما شافوش، وده النتيجه ان هو شاف الاحسن فافتكر ان ده واقعي فمعاييره زادت مع ان هو اصلا شبهي. روبرت بيحكي وبيقول ان ده نفس اللي بتستخدمه بعض شركات العقارات. بيقول لك ان شركه العقارات بتعرض للزبون من دول كام بيت
قديم في الاول تمام وبسعر غالي، وبعدها تعرض عدد بيوت وبسعر قريب من سعر البيوت اللي هي كان شكلها وحش. فبالتالي العميل بيشوف ان سعر البيت الحلو وهو المفروض ان هو سعر عالي ده مش عالي، بل بالعكس بيشوف ان البيت الكويس ده فرصه في ايده لازم يلحق. فانت لازم تكون على معرفه ودرايه كامله بكل الخدع دي علشان ما حدش يضحك عليك، وفي نفس الوقت ما تستغلهاش وتضحك بيها على حد. بيختم الفصل الاول ده بقصه لبنت في الكليه. استنى هجيب القصه وراها. بيحكي روبرت في اخر الفصل الاول ان القصه دي اللي بعتها له ام التلميذه دي كانت في الكليه وقعدت فتره ما تبعتش رسائل لابوها وامها. فهم قالوا فالرساله اللي بعتتها دي اول حاجه فيها بتقول لهم انا عارفه ان انتوا زعلانين مني وفاكرين ان انا بدات اكسل ابعت لهم، بس انا عايزاكم قبل ما اكملوا القرايه اقعدوا ما تبقوش واقفين. تمام. فبتقول انا دلوقتي الحمد لله ماشيه كويس في الكليه، الحمد لله خفيت من كسر الجمجمه وارتجاج المخ وكل الكسور اللي كانت عندي بعد ما نطيت من شباك السكن لما قامت فيه حريق، والحمد لله بعد اسبوعين قدرت اشوف كويس وانا دلوقتي كويسه وما بقاش يجيلي الصداع اللي كان بيجيلي ده. اصل انا من حظي ان كان في شاب في بنزيمه قريبه شافني وانا بنط وخدني ووداني المستشفى على طول وانقذني، وانا دلوقتي حامل منه وعايشه معاه في بيته بعد ما السكن ولع، وان شاء الله قريب هاجيلكم تبقوا جدود. البنت اللي كتبت الرساله دي كتبتها ليه؟ كتبتها علشان هي جابت متوسط في تاريخ وسقطت في كيمياء. فروبرت بيقول لو هي كانت سقطت في الكيمياء المفروض تاخد علامه ممتاز في علم النفس علشان ما تقول لهمش ان هي سقطت، وعلشان ما تقول لهمش ان هي بقت حامل وعايشه مع ولد في بيته. فربطتها بقصه تبان ان هي صادمه لاهلها علشان يتقبلوا الحقيقه ويشوفوا ان هي يا عم الحمد لله ان هي ما ماتتش. ما تنساش تشترك في القناه وتبعت الفيديو لواحد صاحبك عشان يستفاد، وتقول لي رايك في كومنت، واستنى الفصل الجاي ان شاء الله، وسلام.